أن تعمل بشريعة الله الكتاب والسنة مخلصا دينك لله. قال كنا نعد هذا من النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل على الأمير يقول شيئا، إذا خرج يقول شيئا آخر. هذا كان من أعمال المنافقين، وهذا الذي كانوا يحققون أو يسعون إلى تحقيقه في الربيع العربي، الفوضى الخلاقة. يحدث فوضى في بلاد الإسلام، كل يفعل ما يريد. أن تلتزموا السمع والطاعة في المعروف، وأن تلتزموا حدود الأدب. يعني من أكبر المعايب أن يأتي طالب علم يقول أنا سلفي أو أنا ألتزم بمنهج السلف، ثم يأتي في واقعه العملي يخالف عددا من أصول السنة، أو يقع في أخلاق تتنافع مع أخلاق السلف. بهذا يحتاج أن يراجع دينه، أن يراجع نفسه. الأمر بتقوى الله والسمع والطاعة، وفي هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين، وأما السمع والطاعة فبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، ويستطيعون إظهار دينهم وطاعاتهم. ثالثا، فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. هنا أمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمرين عظيمين نعم بهما يستقيم أمر العبد في الدين والدنيا، بتقوى الله والسمع والطاعة. لا استقامة للعباد إلا بهذين، ولا سعادة للعباد وسلامة ولا طمأنينة لهم وأن يعيشوا في أمن وأمان إلا بهذين، التقوى والسمع والطاعة. طيب التقوى باختصار هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضب الله وقاية من العمل الصالح بأداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات. ومن ازداد فترك المكروهات وفعل المستحبات فقد أتى بدرجة أعلى. هذه التقوى باختصار، أن تعمل بشريعة الله الكتاب والسنة مخلصا دينك لله، بتعبير آخر. السمع والطاعة، السمع والطاعة هنا يدخل تحت هذا الأصل أمور عظيمة بها تنتظم معايش العباد. السمع والطاعة لكل من تولى أمرا. يعني أن تسمع وتطيع لمن تولى عليك. هذه الولاية قد تكون ولاية كبرى وقد تكون ولاية صغرى. الولاية الكبرى هي ليش؟ الإمام الذي تولى أمور المسلمين في بلد ما، في مكان ما، في زمن ما. فهذا يجب عليك أن تسمع له وأن تطيع في المعروف، وأن لا تكن خائنا له، فلا تعين عليه أو على المسلمين عدوا، ولا تأتي في المجالس تذكره بسوء، أو أن تصعد على المنابر تحذر أو تذكر مساوئه تحت دعوى النصيحة. فهذا من أعمال المنافقين. وذلك ذكر ابن عمر هذا لما قيل له إن ندخل على الأمراء فنقول كلاما فإذا خرجنا قلنا كلاما آخر. قال كنا نعد هذا من النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يدخل على الأمير يقول شيئا، إذا خرج يقول شيئا آخر. هذا كان من أعمال المنافقين. السمع والطاعة لمن تولى، ولو تولى ولاية جزئية، هم الذين هم تحت ولي الأمر الذي له الولاية الكبرى. ويدخل في هذا كذلك من تولى في أي مكان، ولو صارت له ولاية على هذا المكان تجب له السمع والطاعة في المعروف. الأب في بيته له السمع والطاعة، الزوج على زوجته له السمع والطاعة، الأب على أولاده له السمع والطاعة. هذه كلها ولايات ومسؤوليات. لو أنت كنت مثلا تدرس في مكان ما، القائم على هذا المكان له سمع وطاعة في هذا المكان. أنت كنت عاملا من العمال، تعمل في مصنع، تعمل في شركة، صاحب هذا المصنع له ولاية في هذا المكان، هذا المصنع تجب فيه السمع والطاعة له. انظروا إلى الإسلام، هكذا الإسلام تنتظم الأمور، تستقيم. أما الفوضى والثورية وكل يفعل ما يريد ويتدخل فيما لا يعنيه، هذا ليس من حسن الإسلام. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه. كل يريد أن يتكلم بما يراه هو، فوضى. لذلك الكفار ماذا يخططون المسلمين؟ يريدون فوضى خلاقة، هم كذا يسمونها. هناك من ألف في هذا الكلام، من ألف كتابا بهذا العنوان: الفوضى الخلاقة. وهذا الذي كانوا يحققون أو يسعون إلى تحقيقه في الربيع العربي. الفوضى الخلاقة، يحدث فوضى في بلاد الإسلام، كل يفعل ما يريد وكل يخرج ويقول تحت دعوى حرية الرأي. فوضى، جاهل أو عالم لا فرق، كل يتكلم ويفسد كما يريد. فهذا بارك الله فيكم يخالف هذا الأصل، وبهذا لا تستقيم المجتمعات. هذا الذي يريده الأعداء. فأنتم يا عباد الله، يا طلاب العلم، أنتم يجب أن تكونوا أول من يلتزموا بهذا، أن تلتزموا السمع والطاعة في المعروف، وأن تلتزموا حدود الأدب مع من تولى الأمور، سواء كانت الولاية الكبرى أم من الولايات الصغرى. وهذا أنت تكون أديت ما عليك في هذا الأصل، وتكون بالفعل على طريقة أهل السنة. لأن الذين يقولون نحن ننتسب إلى أهل السنة وهم لا يلتزمون بأصول السنة، لا تنفعهم الدعوة. يعني من أكبر المعايب أن يأتي طالب علم يقول أنا سلفي أو أنا ألتزم بمنهج السلف، ثم يأتي في واقعه العملي يخالف عددا من أصول السنة، أو يقع في أخلاق تتنافى مع أخلاق السلف. بهذا يحتاج أن يراجع دينه، أن يراجع نفسه. وكل ما نحن عانينا ونعاني منه في السنوات الفائتة من هذه الفتن بسبب خروج هذه الطائفة. يقول نحن طلاب علم، ونفاجأ أنهم يتعاملون بأخلاق تخالف أخلاق طلاب العلم، ليست أخلاق طلاب علم، فيثيرون الفتن والمشاكل والقلاقل، وقد يترتب على هذا سفك دماء وانتهاك حرمات وضياع بلاد وضياع دعوات. فالأمر جد خطير يا عباد الله. لا نتكلم عن أمر شخصي أو أمر مثلا يخص الشخص الفلاني لا، نتكلم عن أمر يعم به الفساد في البلاد والعباد. فاحذروا يا عباد الله، وكونوا عونا لتحقيق السنة، لا تكونوا عونا لتحقيق الفساد.
يعني كونوا عونا ومتعاونين على البر والتقوى، لا تكونوا من المتعاونين على الإثم والعدوان، كما أمر ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.